اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أميرة من قناة أميرة في بيتي. لو أنت أول مرة تشوفيني فضلا وليس أمرا تعملي لي اشتراك وتشوفي فيديوهاتي كلها، تكتبي لي كومنت حلو منك كده يقويني ويشجعني. النهارده قلنا نفطر فطار خفيف كده، كنت أنا وسلمى بنتي بس، يعني كنا يوم الجمعة بس كان شغلي كان جوزي عنده شغل، فكنت أنا وسلمى بس قلنا نفطر فطار خفيف، ونويت النية والنية لله يعني إن أنا أعمل دايت. فقلت أنا النهارده هاكل فول بس بنص رغيف عيش وحبة خضار كده متقطعين جنبيه. رحت على البوتاجاز بقى، قلت اسخن الفطيرة لسلمى واغلي اللبن واجهز الفطار ليا انا وهي. سلمى حبت ان هي يعني برضك تفطر حاجة خفيفة، قالت لي انا هفطر فطير بس النهاردة. فروحنا بقى جبت لها الفطيرة اهي بسخنها لها، هي بتحب الفطير بتاع الافران حلو جدا يعني عشان بيبقى مسكر كده وحلو، فهي بتحبه. وقلت عقبال ما اللبن ما يغلي والفول يسخن معانا اقطع شوية خضار كده. قطعت خيار وطماطم وجزرة، يعني ربنا بس يثبتني على الدايت ده، عشان انا حاسه بقالي يجي سنه وزياده ان يعني الوزن بتاعي زايد جامد. يعني انا كنت حاجه و60 دلوقتي بقيت حاجه و80. انتوا متخيلين 20 كيلو؟ بس هو ممكن حمل بقى ورضاعه وكده، ربنا يثبتنا كده على الدايت ونكمل فيه. وانا خلاص يعني فطمت ابني، فعشان كده يعني نويت ان انا اعمل دايت كده واحده واحده. خلاص سخنت الفول وحطيت عليه بقى معلقه زيت واحده وشويه كمون وملح وعصره ليمونه عشان خاطر اقدر اكله. انا هاكله بنص رغيف عيش، ولو اتبقى فول في الاخر ممكن اكله بس بالمعلقه كده مع الخضار. يعني ممكن ناكل طبعا بيض مسلوق، بيضتين، قطعه جبنه قريش، حاجه علبه زبادي بس. هو الفول اللي هيسد معايا، انا قلت ابدا اول يوم بالفول كده عشان يسد معايا في بطني كده اقدر اكمل. والفطيره اهي بتاعت سلمى عشان خاطر تاكلها، بس هي طبعا مش هتاكلها ان هي بطنها وجعاها، حاساها عندها برد في معدتها، فكانت منها قطعتين كده بالعافيه. قلت نبقى نعمل طبعا كوباية النسكافيه قبل ما نخش نبدأ الروتين مع بعض. حطيت كيسين نسكافيه كده، الكيس ما بقاش فيه حاجة اصلا. حطيت كيسين عشان الكوباية كمان كبيرة، ونص معلقة سكر وشوية مية صغيرين. لو انت بقى شفتيني قبل كده في الفيديوهات هتلاقيني بعمل طريقة النسكافيه بتاعتي ما بتتغيرش خالص. هعمل المضرب، هستخدم المضرب البيض بتاعي العادي خالص، مضرب الكهرباء او الشاليمو. لو عندك شاليمو كده بتقصيها من تحت وتعملي بيها. النهارده هنعمل فيديو مع بعض وهنتكلم مع بعض طبعا في الروتين، ازاي انا بنظم وقتي ما بين شغلي وما بين القناة، وليه انا عملت القناة اصلا من الاول. وهظهر كمان في الفيديو، يعني انا خدت القرار ان انا اظهر معاكم النهارده في الروتين كده، ويعني خير ان شاء الله. صبيت بقى، انا بحب احط النسكافيه بتاعي نص كوبايه لبن ونص كوبايه ميه، عشان انا مش بحبه باللبن خالص ولا بحبه بميه خالص. نقلبه بقى ونجهزه ونفطر بقى فطار، يعني احنا طبيعي متعودين يوم الجمعة ان احنا بنفطر فطار متين كده، بنبقى كلنا متجمعين وكلنا اجازة. بس كان يوم الجمعة ده كان جوزي عنده شغل، وبنتي الصغيرة كانت عند جدتها وجدها، فكنت انا وسلمى بس وانس الصغيرين، فقلنا نفطر بقى حاجة بسيطة، مكسرين طبعا نعمل فطار. قلت بقى اروق الشقة. انتوا شفتوا طبعا يوم الخميس كان الجو عامل ازاي، يعني الفيديو ده كان يوم الجمعة ماشي. فكان يوم الخميس الجو كان عفرة وتراب وحاجة كده غريبة، فقلت لأ أنا مش هقدر استحمل اقعد في التراب ده. نفطر بقى، يلا بصوا هنروح نفطر ونخش نعمل الأوضة بتاعتنا بسرعة. أنا عملت الشقة كلها طبعا، بس هنزل معاكم النهاردة لأوضة الأطفال والغدا كمان، وبقية الفيديو هينزل في مرة تانية. دخلت على أوضة الأطفال، دي أكتر أوضة عندي بتبقى متبهدلة وفيها تراب، لأن هي الشباك بتاعها على الشارع، وبتبقى متبهدلة لأن احنا قعدتنا فيها على طول عشان التكييف وعشان فيها شاشة تلفزيون برضك، وفي شاشة برا بس احنا بنحب نقعد فيها، عشان برضك بسيب برا الريسبشن يكون مترتب ومتنظم على طول، عشان لو حد جالي فجأة أو كده تكون برا عندي الدنيا متظبطة، فاحنا بنحب نقعد في الأوضة دي على طول. فبتبقى بقى يعني بنقعد فيها بس هتلاقوها متشقلبة وفيها كل حاجة. يعني أنا من ساعة العيد ما مسحتهاش، بس بروقها وبكنس وأعمل بالمكنسة، بس من ساعة العيد بصراحة ما مسحتهاش، عشان كنا طبعا في أيام امتحانات ومذاكرة وكده. خلصنا بقى قلنا أمسحها. دخلت عليها كده قلت أنفض الشباك الدنيا. أنا عايزة أقول لكم زي ما انتوا كنتوا شايفين طبعا يوم الخميس كان عامل ازاي، الجو وحش جدا طبعا، طول ما احنا قاعدين في الشقة هنشم ريحة تراب،
قلت لا انا ما بقدرش استحمل التراب، عندي الجيوب الانفيه بتبقى بايظه وتعباني عامله لي دوخه. فقلت لا انا اقوم كده استعين بالله وامسح الشقه كده عشان خاطر ايه ابقى احس كده براحه نفسيه يعني. وادي الستاره وقعت وحسيت براحه نفسيه جامده. خلاص نفضت الشباك حلو كده جامد، وهنغير المرايات مع بعض ونمسح. وانا خدت القرار زي ما قلت لكم ان انا اظهر معاكم في الفيديوهات بتاعتي بعد كده. مش في كل الفيديوهات بصراحه، لو فيديو فيه اكل بس مش هتلاقوني، مش هعرف اظهر لان عندي المطبخ ضيق فمش هعرف اصور فيه وانا باينه. إيه لو فيديو روتين كده تنظيف او حاجه بسيطه هتلاقوني بظهر معاكم ان شاء الله. وانا خدت القرار ده وانا مقتنعه 100% ان هي دي لا حاجه لا عيب ولا حاجه حرام. يعني لان هي لو فيها نسبة 1% انا شاكة فيها ان هي عيب او حرام انا مش هظهر. ليه بقى؟ انا ظاهرة قدامكم انا لابسة ازاي، يعني عمري ما هظهر قدامكم بحاجة غير كده. يعني اللبس اللي انا بلبسه بنزل بيه بروح بيه شغلي، او بنزل بيه السوق، او كده ايا كان عباية ازدار هدوم خروج اللي انا بظهر بيها قدام الناس في الشارع عادي. فيها ايه لما اظهر بيها قدامكم بيها في الفيديو؟ ايه العيب فيها؟ انا شفت انا ده تفكيري. ما دام انا مش بلبس حاجه لا ملفته ولا فيها ضيق ولا اي حاجه، هي مش عيب ان انا اظهر في الفيديو. خلاص تمام، عشان ما الاقيش حد بس يقول جويه في دماغه ده ايه ده ظهر في الفيديوهات، طب ازاي ده عيب ومش عيب. لا يا جماعه بصوا، كل واحد بيبقى عارف هو بيعمل ايه، صح؟ فيعني ان شاء ادعوا لي بس كده من قلبكم ان ربنا يكرمني في القناه وربنا يوفقني و... ويجعلها باب رزق ليا ولولادي ان شاء الله. فانا غيرت الملايه. بصوا انتوا شايفين في الفيديو بقى انا بعمل ايه. انا طبعا بحب ابدل المرتبه، بشقلبها كل ما باجي اروق كده مرتين، كل مرتين كده ايه اشقلب المرتبه واشيل الدف اسمه إيه ده، اللهم صل على النبي، بشيل المفرش اللي هو اسمه ايه الكفر بتاع المرتبه وبشقلبها ومفرش الملايه. انا بحب جدا عندي اعمل الملايات كده بدخلها تحت المرتبه، يعني تحس ان هي باستك، بس هي مش باستك، هي ملايات عاديه خالص. بس بحب اتنيها كده تخش تحت المرتبه، ما بحبهاش متلدله من بره كده عشان ما تقعش من على المرتبه على طول، ما السرير ما يبوظش. خلاص خلصنا. دي كانت بقى ملاية مع الكابرتات بتاعتها اللي هي كانت نوعهم المجد، كنت جايباهم بقالهم ما شاء الله 5 6 سنين، ما شاء الله حلوين جدا غسيل ولونهم زي ما هما. الجو كان حر جدا يعني حتى يوم الجمعة انا بصراحة كنت خايفة اروق، عمالة اقول انا امسح ولا ما امسحش، انا خايفة الجو يعفر تاني والشقة تتبهدل. بس قلت لا انا هستعين بالله كده وايه واروق. خلاص جهزت السرير بقى كده الحمد لله. هتلاقوني برضك متوترة شوية عشان أول مرة أظهر معاكم، فمعلش يعني. الدنيا هتتظبط واحدة واحدة. الكراسي دي بتاعت المكتب فأنا بحب أنفضها كده برضك وأشيل أي حاجة بلاقيها على الأرض بشيلها أحطها على السرير، عشان خاطر وأنا بمسح ملاقيش حاجة ايه تضايقني وأنا بمسح، يبقى على طول كنس ومسيح على طول. ايه هقول لكم برضك أنا بظبط ازاي وقتي وأنا ما بين القناة والشغل. إيه بصوا أنا طبيعي أجازتي جمعة وسبت عشان أنا شغالة في مدرسة خاصة، فأجازتي جمعة وسبت. يوم الجمعة بابقى قاعدة مع ولادي يا دوب باروح السوق أجيب حاجات طلبات بسيطة بتاعة السوق، وباعمل أكل يعني إيه باعمل أكل يعني يوم الجمعة. ممكن أعمل محشي، كذا حاجة كذا طبخة يعني كذا أكل جنب بعضيها كده. الحاجة اللي أنا مش عارفة أعملها في وسط الأسبوع عشان بتاخد وقت أو كده بافضّل إن أنا أعملها يوم الجمعة. يوم السبت بقى بيبقى صابح عندي أكل متبقي وحاجة السوق عندي موجودة، فباصحى من بدري يوم السبت أفطر أنا وولادي وبابدأ بقى في الشقة. يعني الشقة دي يوم السبت لازم تتمسح من أولها لآخرها، مطبخ وسلم وحمام وكله، لأن أنا بقيت أيام الأسبوع من الحد للخميس أنا ما باعملش حاجة في شقتي. إلا بقى يعني ممكن أكيد طبعًا أول ما باصحى من النوم بنعدل السراير بتاعتنا طبعًا، لو في حاجة في الأرض يعني يومين ورا بعض نعمل بالمكنسة، بس كأن أنا أشيل أو أغيّر ملايات أو كده لأ. ما بين الأسبوع كله أنا ما باعملش فيه حاجة. ممكن سلمى بنتي عشان ما شاء الله كبيرة 12 سنة، ممكن أقول لها يا سلمى ضبّطي الشقة عقبال ما آجي من الشغل، بس باجي أخش على المطبخ بقى. يعني أنا الأول الأول يعني باغيّر هدومي وباصلّي الضهر، ولو هاشرب كوباية شاي أو حاجة باخش بابقى مضبّطة برضك لو في فيديو هانزّله لكم، أول ما باجي من الشغل بانزّله لكم. بابدأ بقى أخش المطبخ أعمل أكل، ولو أنا في حاجة هاصوّرها برضك باصوّرها معاكم. بس ده يومي في الشغل مع القناة. طبعًا بيبقى في أزمة عن الأول، يعني الأول لمّا كنت عاملة الشغل بس ما كانش في قناة، طبعًا كان بيبقى في وقت إن أنا أقعد فيه مع ولادي،
باجي من الشغل لو عايزة أنام هانام ساعة ساعتين واصحى أشوف برضك اللي ورايا. هو ضغط جامد جدًا، يعني من ساعة ما أنا ما عملت القناة لأ، أنا بُصّوا أنا ما بقيتش آجي أنام، ما بقيتش أقعد مع الولاد أو برضك زي الأول. بابقى جاية من الشغل عايزة أنزّل الفيديو ألحق أمنتجه وأسجّل الصوت عشان أنزّله، وأخش المطبخ أخلّص المواعين وأضبّط المطبخ عشان أبدأ أصوّر الفيديو الجديد لو في أكل أو حاجة. فعارفين هو تعب وكل حاجة، بس أنا يعني الحمد لله عندي يقين بالله إن أنا على قد تعبي ومجهودي إن شاء الله ربنا هيدّيني، يعني إن شاء الله بإذن الله. أنا عارفة إن أنا هابقى في الوقت ده مقصّرة مع ولادي، هُم بس يعني عارفة هُم ممكن يبقوا يقولوا حاجة زي كده. سلمى الكبيرة ممكن تقول لي: "يا ماما من ساعة ما أنتِ فتحتِ القناة وأنتِ ما بتقعديش تقعدي معانا زي الأول، على طول مشغولة وكده." بس هي برضك يعني هي فاهمة إن دي حاجة هتبقى كويسة لينا بعد كده. وساعات بتشجعني يا ماما لأ خلاص كمّلي واعملي، ما تقلقيش، هُم بس في الأول كده القناة بتبقى بطيئة وبعد كده هتزيدوا مشاهدات ومشتركين. فربنا الله المستعان. أنا عايزاكم بس أنتم يعني تدعوا لي دعوة حلوة كده من قلبكم. ولو أنتِ لسه أول مرّة تشوفيني تخشي على القناة عندي تعملي لي اشتراك ولايك، تكتبي لي كومنت حلو منِّك كده يدعّمني. كومنت سلبي ما تكتبيهوش، يعني بلاش كومنت سلبي، يعني أنا كفاية اللي مكفّيني. يعني أنا ساعات كتير بييجي لي إحباط من القناة وممكن تلاقيني قاعدة بالأسبوع أو ال10 أيام ما بانزّلش فيديو، بارجع أقول لأ، يعني أستعين بالله كده وأقول لأ أنا هاكمّل. وكل حاجة في الأول أكيد بتبقى صعبة يعني، فإن شاء الله خير. عارفة طبعًا إن التصوير مش هو يعني الtop، الصوت برضك مش هو، الإضاءة مش هي. بس طبيعي إحنا بنبقى لسه بادئين في الأول يا جماعة، يعني أنتِ مش هتخشي تشوفي فيديو هتلاقيه 100% complete من كل حاجة. الناس دي طبعًا أنتِ لو شُفتِ فيديوهاتها، الناس اللي أنتِ بتحبي تشوفي فيديوهاتها متابعاها من دلوقتي، خُشي شوفي فيديوهاتها في الأول خالص أول ما ظهرت على في القناة بتاعتها من الأول، هتلاقي إضاءة بايظة، صوت بايظ، الصورة برضك مش واضحة كده. فيعني ما تقفليش نَفْسِك من القناة عندي في الأول كده بسبب حاجات بسيطة، هتتضبّط مع بعض في الآخر إن شاء الله، يعني مع الوقت هتتضبّط. أنا حاولت إن أنا أضبّط التصوير على قد ما أقدر. أنا جِبت موبايل جديد وقُلت يمكن أضبّط موبايل يعني يضبط التصوير، حاول إن هو الموبايل عدّل الصورة شوية، بس مش اللي هي برضك، بس إن شاء الله واحدة، واحدة الدنيا تتضبّط كإضاءة وكتصوير وصوت وكل حاجة. خلاص؟ فيالّا بقى شجعوني بقى كده بكومنت حلو أو بلايك، حطّي لايك واعملي لي اشتراك. خلاص أنا غيّرت السراير. أنا بُصّوا أنا اتكلمت معاكم أكتر ما حكيت معاكم عن الروتين اللي إحنا بنعمله، بس أنتم شفتوه. اتشجعي بقى يالّا كده واتنشّطي وقومي شوفي اللي وراكِ اعمليها، اعملي اللي وراكِ وما تبقيش مكسّلة يعني. بُصّوا الواحد يبقى نشيط كده يبقى أحسن. طب إيه فايدة دي فيديوهات الروتينات؟ أنا عايزة برضك هاقول لكم، يعني في ممكن حد ييجي في دماغه طب أنتِ ليه تعملي لنا روتينات؟ الروتينات دي يعني إحنا كلنا ما بنعرفش ننضّف، ما بنعرفش نروّق، لا طبعًا كلكم أحسن منّي وعلى عيني وعلى راسي، بس الفيديوهات الروتينات دي بتشجّع الواحد. يعني أنا عن نفسي لمّا باشوف حد بيقعد يعمل روتين وبيروّق وبيعمل بابقى حابة إن أنا أشوفها، باتشجّع. لمّا باشوفها باقوم باشوف اللي ورايا وباخلّصه على طول. تمام، عشان ما الاقيش برضك حد يقعد يقول كده جوّاه من نَفْسه كده، يا إمّا اكتب لي في comment بلاش. خلاص خلّصت بقى ومسحت. أنا هاقول لكم بقى أنا باعمل إيه في الأوضة. أنا باخُش على الأوضة عندي، بانفّض تنفيضة حلوة وباغيّر الملايات وكل حاجة وباكنس، و وباكنس. بس بعد ما باكنس وبامسح، طبيعي بنكنس بقى بالمقشة وبنمسح عادي أيًا كان بقى، تمسحي بالشرشوبة أو بقماشة اللي أنتِ متاحة عندِك. باجيب بعد ما بامسح كده واسيب الأرض تنشف خالص، أشغّل عليها المروحة تنشف خالص، بارجع تاني أجيب بخاخة عندي هاوريها لكم دلوقتي، بيبقى فيها مَيّة بديتول وخل ومعايا فوطة أو قماشة بيضا كده قطن أي حاجة، بارجع ألمّع بيها تاني أي حاجة أنا نفّضتها أرجع ألمّع بيها تاني بقى، دولاب، ترابيزة، مراية، علشان خاطر الكنس ده يعني بُصّوا الكنس ده كده ممكن يطلّع لي برضك تراب على الحيطة وعلى الحاجات. فبعد ما بانفّضها بالمّعها تاني بقى بالفوطة بتاعتنا. خلاص بُصّوا أنا زي ما قُلت لكم أنا من العيد ما مسحتش. بصراحة كان الامتحانات بقى وكده، فقُلت لأ المرّة دي نمسح بقى مع بعض. أنا كنت باغيّر الملايات وبانفّض وباعمل المكنسة، بس ما مسحتش. جِبت بقى الجردل بتاعي وحطيت فيه شوية ديتول وشوية إريال عادي خالص. عندي كلور باحط كلور، كلوركس ألوان باحط، بس أنا حطيت المرّة دي ديتول بس وحبّة إريال.
الشرشوبة دي الجردل ده أنا يعني ده كان أول حاجة عندي في الأول خالص، يعني أنا لفيت بس ما كانش ده، كان واحد بقى قديم. جبت بعديه اللي هو اللي بتلفي اللي هو الفريرة ده اللي بتدوسي عليه بتلف لوحده ده. بصراحة هو حلو وبيعصر وكل حاجة بس مش بيعيش. في الآخر رجعت للجردل القديم بتاعنا ده، حلو يعني، قلت الحمد لله أحسن من كل شوية يبوظ مني تاني وارجع أغير الشرشوبة بتاعته. الشرشوبة بتاعته اللي هي بتلف دي اللي فيها مكنة دي بتبوظ بسرعة قوي. انا بحب جدا امسح بجاز، احط ميه جاز في الميه، بس مش عارفه ليه ما حطيتش المره دي، او ما عنديش جاز ممكن. في الصيف بقى يعني لازم جاز طبعا عشان خاطر النمله لا قدر الله صرصار كده متعرفيش. بس انا الحمد لله ولله الحمد يعني ما عنديش نمل في شقتي خالص. ممكن تلاقي صرصار داخلك من البلكونه من المنور، بس قليل برضك خالص. يعني انا امنت شقتي برضك عملتها سلك والمونتين، وظبطت باب الشقه ما بقتش مخليه يعني المسافه ما بين الحلق وباب الشقه وكده، عشان كان طبعا بيخش من عنده. يعني عرفت ايه الاماكن اللي بيخش منها الصراصير والحاجات دي، قفلت الدنيا يعني الحمد لله. خلاص مسحت وسبت بقى الاوضه تتهوى كده وتنشف، عشان خاطر ما ينفعش نفرش السجاد وهي مبلوله، هتحسي بكمكمه ومش حلو. جبت بقى البخاخه عندي حطيت فيها شويه خل وشويه ديتول وشويه ميه. بس بصوا الميه دي البخاخه دي حلوه جدا، هتخلي لك الاوضه كده ريحتها ديتول حلوه، وتخلي الخشب بتاعك بيلمع طبعا من الخل، وتحسي بقى ان نظافه نظافه. خلاص، ومعايا طبعًا الفوطة بتاعتي قماشة قطن فانلة أي حاجة، بامسك بقى ألمّع بقى تاني الحاجة اللي أنا مسحتها. مطرح الكنيس طبعًا بيطلع حبة تراب كده فنمسح بقى تاني ونلمّع تاني. الكنيس مطرح الكنز. زي ما قُلت لِك أنا في الفيديو ده، اليوم ده كان يوم الجمعة. أنا ما صدقت طبعًا جوزي راح كان عنده شغل وبنتي عند جدتها. قُلت لأ أعمل الشقة بقى وإيه، أنا مش متعودة إن أنا أعمل يوم الجمعة حاجة، بس قُلت لأ أعملها بقى عشان ما افضلش قاعدة في التراب ده طول اليوم. الواحد بيبقى قاعد، وكمان الناس اللي هي عندهم جيوب أنفية بيبقوا طول ما هُم قاعدين حاسين إن مناخيرهم خانقاهم وفي صداع ولأ، فعارفين يعني لمّا تحسي في طراوة كده في الشقة وريحة ديتول أو الحاجات دي، ممكن مناخيرِك تفُك شوية. جيت برضك على الشباك الألمونتين برضك لمّعته، طبعًا كنت منفّضاه وكل حاجة، لمّعته برضك بالقماشة والفوطة عشان برضك يدّينا لمعة كده وريحة حلوة. هو إحنا مش هنعمل مع بعض روتينات كتير بصراحة، يعني هتلاقوني كل أسبوع ممكن فيديو واحد روتين، عشان خاطر يعني زي ما قُلت لكم بيبقى تعب موجود عليَّ. فهتلاقوني فيديوهات الوصفات هتلاقوني ممكن يوم ويوم هتلاقوني منزّلة فيديو وصفات. جيت على المراية بقى باعملها برضك وبنمسحها، عندِك جورنان أو ورقة بيضا برضك تبقى أحسن. بُصّي أنتِ أمّا تخشي الأوضة كده ناوية إن أنتِ تملي الأوضة دي اعمليها بقى كلّها، امسكي الشاشة امسحيها، الترابيزة، مكتب، أي حاجة، تمسحي كده وتلمّعي كل حاجة هتلاقي الأوضة عندِك جميلة. أنا مش هاعلّمكم طبعًا، مش هاقول لكم تعملوا إيه، أنتم كلّكم أحسن منّي مليون مرّة. بُصّوا كان هنا أنس صحي كان نايم طبعًا، أنا استغلّيت الوقت اللي هو كان نايم فيه، كان لسه صاحي من النوم بقى، قُلت له اقعد كده ريّح شوية، عمّالة أقول له يعمل لكم باي لسه كده مكسوف مش واخد على الكاميرا. طبعًا يعني عايزة أقول لكم أكيد التصوير طبعًا بيبقى مُتعب برضك في وجود طفل، الشغل وأنس الاتنين دول مع بعض يعني كفاية، كفيل إن هُم يخلّصوا لي اليوم بتاعي. بس أنا برضك حبيت إن أنا أعمل القناة، وقُلت الله المستعان يعني يمكن ربنا يكرمني يعني منها يعني إن شاء الله. خلاص الأرض نشفت وأنا متأكدة 100% إن هي نشفت. فرشت بقى رجعت تاني أفرش السجاد وأرجّع كل حاجة مكانها. بس وإحنا بنروّق طبعًا لو لقينا حاجة إحنا مش محتاجينها هتترمي، ممكن حد يستنفع بيها سواء كُتب بقى، أي حاجة إحنا بندّيها لأي حد ممكن يستنفع بيها. ما لقينالهاش حد هيحتاجها إحنا نرميها، يعني ما نحاولش نكركب الحاجة ونزحّم الشُقق، هي الشُقق أصلًا بتاعتنا ضيّقة يعني بما فيه الكفاية، ربنا يوسّعها يا رب علينا كلّنا، فإحنا نتخلّص من الحاجات الكركبة دي أول بأول. أنا فرشت السجاد، هترجعوا ممكن حد يقول إيه ده السجاد ليه مشّايتين جنب بعض،
انا كان عندي الاوضه نظامها مختلف، وكان لسه هجيب لهم سجاده بقى كبيره. انا عندي سجاده كبيره والله بس شايلاهم بفرشهم في العيد بس. فبحب افرش المشايات دي وعليهم الحافظه وخلاص، تبقى خفيفه كده في الشيل والتنفيذ. خلاص الحمد لله خلصنا. والاوضه بقت على سنجة 10 وريحتها حلوه جدا. النظافه حلوه والله يا جماعه، بس عارفين هو الواحد بس عايز صحه فوق صحته. خلاص خلصنا، نخش بقى على المطبخ نعمل الغدا. زي ما قلت لك انا كنت كملت بقيه الشقه، بس هفصلها في فيديو تاني لوحده. دخلت وعملت بقى غدا بسيط برضه، كنت انا وسلمى، فقلت حاجه بسيطه بقى يعني يوم الجمعه حاجه بسيطه. لقيت عندي كام صباع سجق كده، جبت الطاسه او حله جريل اي حاجه عندك، حطيت فيها شويه زيت ومعلقه سمنه، هنزل فيها بالسجق بتاعك. بص دول مش مكملين ربع كيلو سجق، باين حاجه زي كده. هنشوح السجق في السمنه كده شويه لغايه لما يغير لونه من ناحيتين. هنعمل طاجن كده سجق بالبطاطس مع حبة رز بشعرية. والحمد لله. يعني انا اصلا كنت مكسله ان انا اعمل اكل بقى دايت بقى، قلت لها انا هاكل تفاح وبطيخ وخلاص مش هاكل حاجه تانية. بس صعبت عليا سلمى، قلت لها لا انا هعمل لي، هي بتحب السجق مع البطاطس، قلت لها خلاص انا هعمل لك سجق، حاجه بسيطه برضك خفيفه كده ما تاخدش وقت. خلاص بعد ما شوحنا السجق بتاعنا، كان في نص صباع سجق مفتوح، فبصوا فرفت بس مش مشكله يعني، ادى طعم برضك للاكل. طلعت السجق في طبق تاني بقى بعد ما اتشوح، وفي نفس المكان الطاسة او الجريل هنزل ببصلاية متقطعة ناعم، هشوحها كده مع بعض. اول ما تدبل كده وتتشوح وتدبل كده بالراحة، هنزل عليها بمعلقة توم كده صغيرة، قطعة تومة كده صغيرة، برضك التوم مع السجق بيدي طعم حلو. طبعا بعد ما خلصت الأوضة طبعا خدت شاور وغيرت هدومي ودخلنا على المطبخ يعني، عشان بس هتقولوا الهدوم مختلفة من هنا لهنا، لا احنا الدنيا متظبطة. خلاص بعد ما شوحت البصل مع التومة، هنزل عليهم ببطاطس مقطعة مكعبات وفلفل سبايسي ورومي، اي فلفل عندك الوان. هبدأ بقى ابهر الاكل بتاعي، حطيت مكعب مرقة وشوية ملح، فلفل اسود والسبع بهارات، كزبرة ناشفة. بصي حابة تحطي بهارات كتير حطي، مش حابة يعني انا في اكل بحب احط فيه بهارات كتير واكل لا، يعني حسب. دي انا حطيت فيه كذا حاجه، حطيت توم باودر وحطيت كزبره ناشفه وسبع بهارات وماجي كده. خلاص اول ما قلبت البهارات نزلت بطماطمتين انا كنت بشراهم، وثلاث طماطمات انا مقطعاها مكعبات، يبقى طماطم مبشوره وطماطم متقطعه مكعبات. ونزلت عليهم بربع كوبايه ميه صغيره كده، وهقلبهم مع بعض كله. وغطي بقى الطاسه بتاعتك او الجريلا، غطيها كده وسيبهم يتسبكوا مع بعض. انا مش بسيبهم كتير يعني، يا دوب يبداوا يغلوا كده خلاص، انا مش هسيب البطاطس تستوي، لسه هندخل الطاجن بتاعنا الفرن يكمل السوا بتاعه. خلاص يا دوب غليوا بس دقيقتين مع بعض كده، والقوطه بدات تنزل ميتها، جبت طاجن او صينيه هنحط فيها البطاطس بتاعتنا بالصوص بتاعها بكل ده. البطاطس طبعا هتبقى واخده من طعم السجق وكل حاجه. هرص السجق بتاعي على الوش كده، حسب بقى كمية السجق اللي عندك، والله لو صباعين 3 هيغيّر طعم صينية البطاطس وحلو أي حاجة. أنا عن نفسي مش باحب السجق أوي، يعني أنا آكل البطاطس دي بس كفاية. خلاص دخّلتها الفرن، شغّلت من تحت ومن فوق البطاطس تكمّل السوا والشواية تحمّر الوش شوية، وجنبيهم عملت شوية رز بشعرية كده حلوين. والدايت باظ، أنا عايزة أقول لكم أنا الصبح عملت دايت فول وخضار، آخر النهار طبق الرز بالشعرية الحلو ده مع البطاطس والسجق، انا ضعفت بصراحة، ضعفت بس ما اكلتش جامد يعني. انا برضك مش عايزة الزم نفسي باكل معين عشان خاطر انا مش هعمل الاكل المعين ده، انا يعني يا دوب ان انا اعمل اكل لولادي وبيتي وهاكل منه، بس هاكل كمية قليلة. تمام، يعني انا مش عايزة اعمل بقى نفس خضار سوتيه والحاجات دي وفراخ مشوية، لا، انا نفس الاكل بس هاكل منه كمية قليلة. وطبعا بقى انا اليوم خلص الجمعة بقى وخلص بقى كله في الترويق، وسلمى تعبت معايا، فقلت لها تعالي يا سلمى انا هروق عليكي بقى، قاعدين معانا وانت في وش بعض مفيش غيرنا. هنعمل جبت لها كان في كام قطعه بطيخ كده قطعتها، وتفاحتين 3 برضك، قلت لها تعالي نقعد انا وانتي وانس كده نستجم مع بعض، بعيدة عن بابا وساجدة، يعني بابا وساجدة كده تحسوا ان البيت بقى هادي شوية. قطعت البطيخ، عملت كل واحد بقى كده طبق كوكتيل، وحاولت اقطع لانس بقى بطيخ، انس بيحب البطيخ جدا، شلت منه البذر عشان يعرف ياكله بسهولة.
قلت لها بصي انا مش هرماكي من حاجه، انت الصبح ساعدتيني في الشقه ومسكتي انس وانا بروق وكده، فانا هعمل لك بقى ايه جو حلو كده. قطعت لها بطيخ وتفاح، وكان عندي ايس كريم برضك في الفريزر كنت ناسياه كده، فنزلته وعملته كل حاجه، بسطتها. هما متعودين كده عند الولاد يوم الخميس والجمعة بنبقى قاعدين مع بعض، وبيبقى يوم الخميس ده أساسي إنه نسهر مع بعض بالليل، لب بقى وفشار، فاكهة، عشان بيبقوا فرحانين بيا أوي إن أنا صبح عندي أجازة. ويوم الجمعة برضك بيبقوا فرحانين لباباهم برضك، ما ينفعش نروق وكده، بيبقى كلنا قاعدين مع بعض. فأنا قلت لها بصي مش هضيع فرحتك بيوم الجمعة، خلاص روقنا وعملنا الأكل وكل حاجة، هنقعد برضك مع بعض نتفرج على التلفزيون. بيبقى حاجة حلوة أوي، يعني عارفة لمّا يبقى ولادِك كده فرحانين بيكِ أنتِ قاعدة معاهم، فبتبقى حاجة حلوة. جِبت الآيس كريم ده أنا كنت عاملاه وحاطاه في الفريزر وكنت ناسياه بصراحة يعني، كلنا منه مرّة ونسيته، وكان لسه متلج بقى، حاولت أطلّع منه كده بالعافية بالمعلقة، وحطيت لهم بقى آيس كريم مع الفاكهة وبطيخ الأنوس. والفيديو إيه خلاص كده على خير، يا رب بس الفيديو يعجبكم. أنا طوّلت عليكم معلش، الفيديوهات الجاية تبقى أخف وأحسن من كده. يا ريت تكتبي لي كومنت حلو لو أنتِ أول مرة تشوفيني، ما تنسيش تعملي لي اشتراك ولايك وتكتبي لي كومنت حلو. خلاص خلصنا على خير، باي باي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.